اللقطة سنتابعها، حدثت بين بالماضي لاعب فريق ويست هام الإنجليزي سعيد بن رحمة. لدينا لقطة ما حدث بينهما خلال تبديل بن رحمة في شوط المباراة الثاني. بن رحمة وبالماضي كانت نقطة سوداء، لأنه ما حدث بينهما لم يكن يعني أمام أعين الكاميرات. حبذا لو كان في غرف تغيير ملابس، حبذا لو كان بين الرجلين فقط ولم يكن أمام أعين الجميع. هل لدينا لقطة بن رحمة وبالماضي؟ ليس بعد، سنعود إليها بعد قليل والجميع تابعها. يا حسين أشيو، يا سمير حوحو، أعطيني رأيك في هذه النقطة. شوف ابراهيم، بكل صراحه يعني الامور هذه مانيش باش نبرر التصرف تاع المدرب ولا نعرفوا التمبيرامون تاع بالماضي. ممني ماتش اميكو شفنا النرفزه كبيره. درك علاش صارت اللقطه هذيك؟ كان هي عتاب على عدم تقديم الادوار التكتيكيه. ممكن سا بي باسي مي ولا راه يعني بور لو شونجمون جو بونس كيما قلت كان قادر في الفيسير يعني. انا حسبت بلي عاتبوا بوتيتر كي ما دارش الادوار. والعتاب ما يكونش بهذيك الطريقه. لا مش الطريقه هذيك يعني، مش الطريقه. واني قلت لك مانيش باش نبرر بالماضي، نعرفوا النرفزه، نعرفوا التمبيرامون تاع المدرب. دونك ولكن يعني انا شخصيا جيتي سوربري، فاجاتني ابراهيم اللقطه هذه. ما كنتش يعني رغم نعرف بالماضي تري نيرفو، ولكن يعني في ماتش اميكال اون بليس درك اسباب التصرف تاع بالماضي هذه، ولكن غير مبرر. اعتقد انها المره الاولى اللي تعامل بها بالماضي مع لاعب 5 سنوات في المنتخب الوطني الجزائري. دابيتود يحمي اللاعبين تاعو. نعم والله ما فهمتش، انا مازال ما فهمتش بالضبط واش جرى في هذه اللقطه. انا نشوفوا الصور ولكن ما على باليش. انا حسبت حسين يعاد فيه كلام ولا المدرب هو اللي جبد اللاعب ولا اللاعب تكلم معاه. ما نقدرش يعني نعطيك واش كاين، ولكن انا نظن هذه الامور ما لازمش تكون امام اعين الناس.